السلام عليكم ومرحبا بكم في لولو تشانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة من الحلويات الرمضانية، محينشات بالكاوكاو او الفول السوداني. نتمنى ينالوا اعجابكم. دابا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. نوريكم طريقة تحمير الكاوكاو في الفران. عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، كنديرو بالشبكة بحال هكذا، كنديرو تحت الماء، كنفزقوه، كنسقطروه من هذاك الماء، كنجيبو الطاوة اللي غتدخل الفرن، كنوضعوه فيها، وكنوزعوه على الطاوة كاملة باش يتحمر لينا كامل. كندخلوه الفرن على نار مهيلة حتى كيتحمر. من بعد ما حمرنا الكاوكاو وخرجناه من الفران كون بهذا الشكل هذا، كنديروه بين يدينا وكنفركوه مزيان باش نزولو القشرة ديالو. كنبقاو مستمرين هكذا حتى كنقشروه كله. هاهو بعد ما زولنا له القشرة ديالو غادي نوضعوه في شي طبق. نجيبو شي صينية او بلاطو وننسفوه مزيان. هاد الطريقة دي كتساعدنا باننا نقشروه يعني بطريقة سهلة ومبسطة وما كتاخدش لينا الوقت بزاف. كنبقاو مستمرين هكذا كنسفوه كامل حتى كنزولو له القشرة كامل. المقادير اللي غادي نحتاجو البريوات ديالنا: عندنا الكاوكاو اللي حمرنا في الفران وقشرناه بهذا الشكل هذا، ما كنخليوش حتى كيتحمر بزاف. عندي 200 غرام ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الماء الزهر بعبار كاس العنبه، عندي نص معلقه صغيره ديال القرفه، راس معلقه صغيره غير الراس ديالها ديال المسكه الحره مطحونه مع السكر، يعني 3 المعالق كبار ديال الزبده دايبه ومصفيه من الحليب. هذه جميع المكونات ديالنا. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. كنجيبو الخلاط اللي غادي نخلطو فيه الكاوكاو، كنديرو كميه من الكاوكاو، كنضيفو ليه كميه ديال السكر سنيده، وكنخلطوه مزيان حتى كنحصلوا على عجين ديال الكاوكاو، وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديال الكاوكاو والسكر اللي عندنا كامله. ها هو الكاوكاو بعد ما طحناه هو والسكر مزيان، كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. كنضيفوا دابا باقي المقادير. غادي نضيفوا القرفه والمسكه الحره
والزبدة وماء الزهر، ولكن ما كنضيفوش الكمية كاملة، كنضيفو تدريجيا كل ما احتاجينا كنضيف. وكنخلطو العناصر ديالنا كاملة مزيان، كل ما احتاجينا ماء الزهر غنبداو نضيفوه ونكملو العجن ديال الخليط حتى كنحصلو على عقدة بهذا الشكل هذا، كتكون متماسكة باش ما تحلش لينا ملي نبغيو نشكلو المحنشات ديالنا. كناخدو كمية من الكاوكاو وكنشكلو حريبلات صغار، كنشكلوه بين يدينا بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنحربلوه حتى كنحصلو على قضبان صغير. كنكملو بهاد الطريقة هذه حتى كنكملو الكمية اللي عندنا كامل. عندي تقريبا كيلو ديال الورقة ديال البسطيلة، كنطويهم على جوج هكذا وكنقطعوها على جوج، من بعد كنقطعوها على ربع. غنستعملو الربع ديال الورقة. عندي خليط ديال الدقيق والماء باش نسدو المحينشات، كناخدو الربع ديال الورقة، من الاحسن تكون مضوبلة باش ما تقطعش لينا. كنضعو قضيب ديال الكاوكاو، كنضغطو عليه بهذا الشكل هذا، كنخليو الجوانب فارغة، كنطويو عليه الورقة بهذا الشكل وحنا كنضغطو. في اطراف الورقة كنوضعو الخليط ديال الدقيق كنلويو الورقة بهذا الشكل. كنسدوها مزيان باش ما تحلش لينا وكنضغطو على هكذا. كنلويو المحينشات ديالنا في الطرف ديال الورقة، كنوضعو الخليط ديال الدقيق وكندخلوها من التحت. كنحصلو على محينشة بهذا الشكل هذا. كنجيبو شي بلاطو فيه شي توب نقي كنوضعو المحينشات ديالنا. غنعاود لكم الطريقة مرة اخرى. هاهما بعد ما كملت المحينشات ديالي كاملين،
غادي نوضعهم في الطاوة اللي غادي تدخل الفرن. كندهنهم بالزبدة دايبة. نستمر هكذا حتى كندهن المحنشات كامل. بعد ما نكملهم غادي ندخلهم الفران على درجة حرارة متوسطة حتى يطيبوا ونخرج. المحنشات بعد ما طابوا خرجناهم من الفرن، كنوضعوهم في العسل اللي سبق وريتكم طريقة التحضير ديالو. كنوضعوهم في العسل يكون بارد ماشي سخون، وكنضغطوا عليهم بشويه. كنخليهم حتى يتشربوا العسل شويه. كنزولهم وكنديرهم فشي صفايه او في الكسكاس. كنخليهم حتى كينزل منهم داك الفائض ديال العسل. كنستمروا هكذا حتى كنعسلوا المحنشات ديالنا كاملين. وهذا الشكل النهائي ديال المحنشات ديالنا بعد ما وجدوا.